تعال اقول لك على احسن 10 مسلسلات رمضانية في اخر 10 سنين طبعا من وجهة نظري. رقم 10 هو مسلسل ابن حلال لمحمد رمضان في 2014، وهو فتحة الخير على محمد رمضان، ومن أشد المسلسلات اللي بتجمع الناس كلها في الشارع وفي السوشيال ميديا والضجة اللي عملها. غير إن كان في أقاويل كتير بتقول إن القصة حقيقية، ولكن في بداية المسلسل كانوا بيقولوا إنها من وحي الخيال. رقم 9 معانا وهو برضو مسلسل لمحمد رمضان وهو مسلسل الأسطورة. الأسطورة في 2016، وهو تاني بوابة لمحمد رمضان ناجحة وعرف يستغلها صح، وكان بيدوس بنزين جامد وبيعلي من شهرته وشعبيته وحب الناس ليه. بيلعب على حتة ان هو بيقدر يجمع الناس كلها عليه قدام التلفزيون، غير طبعا ان هو ممثل موهوب جدا وتمثيله عالي الصراحة. رقم 8 وهو مسلسل وش تاني. وش تاني لكريم عبد العزيز كان في 2015، وبصراحة وانا بتفرج على المسلسل من حوالي كام شهر كان اول مرة اشوفه الحقيقة، واتفاجئت ان المسلسل احداثه سريعة جدا وشدني، واتفاجئت اكتر لما لقيت فيه تويستاية كده في الاخر اللي علت المسلسل قوي قوي في نظري الحقيقة. وما ننساش طبعا ده كريم عبد العزيز يا جدعان. رقم 7 معانا وهو مسلسل كفر دلهاب للشابو يوسف الشريف. كفر دلهاب، وهو من تمثيل الشابو الكرياتيفيتي، قول اللي عايز تقوله عن يوسف الشريف، وهو كان مسلسل في 2016 ومن الأعمال المختلفة جدا عن الدراما المصرية. بعيد بقى عن قصة الفقير اللي بيبقى غني أو اللي بيكافح في حياته عشان يوصل لحاجة، يجي يوسف الشريف بيقدم لنا مسلسل أجواءه حلوة كده ومرعبة شوية، وفي نفس الوقت محدش بيبقى فاهم حاجة إلا في الحلقة الأخيرة طبعا، واللي طلع في الآخر إن هو شيطان. وهنا قال جملة عجبتني جدا جدا: تقدر تخرج عن طاعته، تعصى، انما مشيئته لا. رقم 6 معانا هو مسلسل مأمون وشركاه، والمسلسل ده بصراحة اندر ريتد جدا وما خدش حقه. مسلسل مأمون وشركاه من المسلسلات اللي عملها الزعيم عادل إمام في سنة 2016، وللأسف المسلسل ده ما خدش ضجة جامدة أو ما لفتش الأنظار ساعتها، ولكن لما اتفرجت عليه من فترة لقيت إن المسلسل مليان كوميديا، ولكن في الآخر المخرج والكاتب بيقدموا لنا نهاية عميقة جدا، وهي إن مأمون ما كانش قصده يبقى بخيل ويخبي عن ولاده الفلوس، ولكن الفلوس دي هنا بتمثل الثروة بتاعت مصر، إنه كان دايما بيحافظ عليها وبيقول لهم ما تفرطوش فيها، وبيأكد في كلمة ما تفرطوش دي. وهنا بيت مأمون اللي كان مستضيف فيه اليهودي والمسلم والمسيحي، ده كان بيرمز لمصر انها بتضم وبترحب بكل الناس بجميع انواعها. رقم 5 معانا وهو برضو مسلسل للشابو يوسف الشريف، وهو احسن مسلسل عمله من افضل المسلسلات في الدراما المصرية عموما، هو مسلسل الصياد. وهو من اقوى المسلسلات الدرامية في تاريخ مصر، مش بس عشان الاداء التمثيلي فيه عالمي، ولكن القصة والتصوير والموسيقى وكل حاجة في المسلسل ده حقيقي. لازم يبقى مسلسل متكامل من كل النواحي، مش هبالغ لو قلت ان المسلسل ده طفرة في الدراما المصرية وصعب يتعمل زيه تاني. رقم 4 معانا وهو مسلسل رحيم للفنان ياسر جلال، وده كان أحسن نقلة عملها بعد مسلسل ظل الرئيس، ولكن في وجهة نظري مسلسل رحيم ده لا يعلى عليه بصراحة. مسلسل رحيم للفنان ياسر جلال، وهو المسلسل الأقوى اللي عمله سنة 2018، من أشد المسلسلات، وبصراحة كل سنة كان بينزل فيها ياسر جلال بكون متعشم إني أتفرج على حاجة بنفس قوة رحيم، ولكن للأسف المسلسل ده نقلة في مسيرة ياسر جلال. رقم 3 معانا وهو المسلسل البرنس لمحمد رمضان. مسلسل البرنس لمحمد رمضان اللي اتعرض في 2020، وبصراحة محمد سامي ومحمد رمضان لما بيشتغلوا مع بعض بيدشملوا الدنيا، اخرهم في جعفر العمدة زي ما شفنا وتابعنا. حرفيا انت بتجمع ما بين مخرج ذكي وممثل موهوب، ودي النتيجة ان هما بيطلعوا لك عمل فني متكامل. وهنا كانت المفاجأة ان احمد زاهر اللي حرفيا كان واكل المسلسل وعامل ملحمة قصاد محمد رمضان. تاني مسلسل معانا هو مسلسل آدم للفنان تامر حسني اللي اتعمل في 2011. هو مسلسل سياسي بعد الثورة اللي حصلت، ويمكن ساعتها ما كناش فاهمينه قوي، ولكن فهمنا الأيام دي وعشنا التجربة مع آدم اللي بيتقبض عليه ظلم عشان دافع عن واحدة مصرية كانت بتتعرض للاغتصاب من واحد أجنبي ضرب عليه نار بالغلط، فأصبح آدم هو المتهم في نظر القانون المصري لحد ما بيموت في الآخر، وبنشوف مسلسل جامد ونهايته أجمد. والمسلسل ده من الأعمال الناجحة جدا لتامر حسني، ولو انت ما اتفرجتش عليه فانت ما تعرفش مين هو سيف الحديد. رقم 1 معانا هو مسلسل جزيرة غمام، وبالتساوي مع مسلسل ونوس، لان بصراحة الاتنين دول جامدين جدا. مسلسل جزيرة غمام ده من قريب وأغلبنا اتفرج عليه وانبهرنا بأداء أحمد أمين المميز، وقصاده طبعا في الكادر ممثل عبقري زي طارق لطفي. وهنا بنلاقي الصراع بين الخير والشر أو الجانب المظلم قصاد الجانب المضيء في الإنسان. في الحقيقة المسلسل كله رسائل ومن المسلسلات العظيمة جدا. نيجي هنا لآخر مسلسل وهو ونوس، وحرفيا أنا بحب الأفلام اللي من النوعية دي، هي اللي بيظهر فيها شيطان أو شخص بيجسد الشيطان، وهو أعظم أداء اتفرجت عليه أو فيلم في المجمل كان ديفلز أدفوكيت للباتشينو وكيانو ريفز.
والباتشينو كان طالع عامل شيطان ساعتها، ولو مشوفتش الفيلم ده انصحك تروح تشوفه، لانك هتتفرج على اعظم اداء ممكن تشوفه في حياتك بصراحة. لان المشهد الاخير بتاعه تكييف مركزي يا جدعان على الاخر. نرجع هنا تاني ليحيى الفخراني اللي انا شايفه اعظم اداء في النقطة دي بعد الباتشينو على طول، اللي قدر يجسد الشيطان بكل انواعه، انه بيخدع الناس وبيعيشهم في الوهم وبيكذب عليهم وبيقول لهم انا ماليش ذنب في حاجة، انا طيب وغلبان، ولكن بيظهر حقيقته في الاخر في مشهد الصراع الاخير، وبنلاقي تحول في نبرة الصوت والاداء. عشان كده هيفضل المسلسل ده في القمة، عشان المسلسل ده مختلف زيه زي الصياد وكفر دلهاب، ولكن ده مكتوب بشكل واقعي اكتر وتحت ايد فنان عظيم زي يحيى الفخراني. أنا الذكي، أنا الزاهد، أنا المخلوق من نار، أنا أحسن منه، أنا اللي عملتك قبله، أنا الأول، أنا متغاظ، أنا متغاظ، أنا متغاظ. ودي كانت نهاية حلقتنا، واستنوني في فيديوهات جاية كتير. سلام.